السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخي. كل سنه وانتم طيبين. دمستوا الفول ولا لسه؟ النهارده اول يوم سحور، كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله. ربنا يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين باذن الله. نعمل الفول المدمس في البيت، انضف واوفر بكتير من ما نجيبه من من بره. هنعمله بدون اي اضافات خارجيه، لا احط رز ولا احط عدس ولا فول مدشوش ولا احط حتى الوان صناعيه. كل حاجه طبيعيه مستخدمه في الفول وموجوده عندنا في البيت. شايفين الفول حلو ازاي؟ اعملوا الكميه اللي تحبوها وشيلوها في الفريزر وطلعوها على قد الاستخدام. وانتظروني ان شاء الله في سحور رمضان. هعمل لكم كذا صنف من الفول. يلا بينا نبدا. جبت كيلو من الفول البلدي، غسلته كويس. انا في ناس بتنقعه حوالي 6 ساعات او 12 ساعه، انا نفسي. وفي ناس ما بتنقعوش، في ناس بتسويه على طول. انا عن نفسي بنقعه حوالي نص ساعه في ميه سخنه. غسلته ونقيته كويس، وغليت ميه، وهنقعه في الميه السخنه لمده نص ساعه او ساعه بالكتير. مجرد ان هو حجمه يزيد، وتلاقي بعض الحبات كده الفول القشريه انفصلت على عن حبه الفول. بعد كده هزوده كميه ميه مظبوطه. انا هعمله في الحله الضغط، فعشان الحله الضغط مش هنفتح كل شويه عليها. حطيت 2 لتر من الميه، ميه عاديه من الحنفيه. تمام. ولعت عليهم بوتاجاز، خدوا ساعتين تقريبا. ما شاء الله بعد الساعتين شو عاملين ازاي؟ اتهرى. هو لسه في اضافات تانية ولسه هيكمل سوايه برضه. زودته ميه مغليه. لما نيجي نزود الفول بنزوده ميه مغليه طبعا عشان ما يسودش مننا. تمام. نصيحة: لما نيجي نعمل فول مدمس نزود المية فيه، لان هو لما بنشيله في التلاجة او في الفريزر بيتقل الصوص بتاعه، بيتقل. هنا بقى جبت طماطمية او صلصة طماطم، حوالي ثمرتين من الطماطم، ورغيف عيش ابيض كنت بلاه وعصرته من المية وضربتهم في الخلاط مع بعض. ممكن لو الفول فيه مية زيادة ناخد من مية الفول ونضرب بيها العيش والطماطم. نفرمهم ناعم كويس قوي. والفول عندنا بيغلي، ننزل عليه على الفول بالخليط اللي احنا عملناه، ونسيبه يستوي كله مع بعضه. اللون الابيض ده هيختفي لما الطماطم تتسبك مع الفول ويتقل والعيش يتقل او يتقل الصوص. حطيت رشه بسيطه من ملح الليمون عشان الفول ما يسودش معانا. ممكن نحط عصير ليمونه او ملح ليمون لو متوفر عندنا. راقبت الفول طبعا وهو بيغلي عشان ما يشطش من تحت. مع التقليب استوى الفول وتقل معانا. نظبط بقى الطبق بتاع السحور بتاعنا زي ما بتحبوا: ملح وليمون، زبده، سمنه، اللي يعجبكم. اهم حاجه تدمسوا الفول ويبقى متوفر عندكم في الفريزر. وكل سنه وانتم طيبين. ان شاء الله اشوفكم في فيديوهات كتيره، وان شاء الله تعملوا الفول وتلحقوا تعملوه باذن الله. كل سنه وانتم طيبين.